الحلقة 28 من مسلسل دروب المرجلة الجزء الثالث. تتصاعد الأحداث بشكل كبير، حيث تبدأ الحلقة بمحاولة جريئة من شاهين لإنقاذ جراح وقمر بعد أن تأكد من مكان احتجازهما. يقرر شاهين التسلل إلى داخل المخزن الذي يعتقد أن الأولاد محتجزون فيه، محاولا تحريرهم قبل أن يصل رجال فزاع. لكن خطته لا تسير كما أراد، إذ يكتشفه جنود فزاع ويتم القبض عليه بسرعة قبل أن يتمكن من إنقاذهم. عندها يقرر فزاع الاحتفاظ بشاهين أسيرا أيضا، ليستخدمه كورقة ضغط قوية في مفاوضاته مع الشيخ صقر، أملا في إجباره على تسليم المعدات التي أخذها منه في الغزوة الأخيرة. في الوقت نفسه تبدأ رشا بالقلق بعد تأخر شاهين وعدم عودته، فتدرك أن أمرا خطيرا قد حدث. تحاول التحرك لإنقاذه والبحث عنه، لكنها تواجه مشكلة كبيرة، وهي عدم امتلاكها أمرا رسميا لتفتيش بيت الشيخ رشاش، مما يعيق تحركها ويؤخر عملية الإنقاذ. وبينما تستمر محاولات رشا لإقناع الجهات المختصة بالتحرك، يكون فزاع قد سبق الجميع بخطوة، حيث يقوم بنقل جراح وقمر ومعهما شاهين إلى خارج المكان. على الجانب الآخر تتعاون الدكتورة حنان مع مهاوش في خطة لمراقبة مدير المستشفى الدكتور رشدي بعد تزايد الشكوك حول تورطه في بعض الأحداث الغامضة. وتكشف حنان للشرطة معلومة مهمة، وهي أن المرأة التي أسعفت تلك الليلة كانت زهرة، وأن الدكتور رشدي هو من أحضرها بنفسه، الأمر الذي يقوي الأدلة ضد الشبكة المرتبطة بالشيخ رشاش. وبناء على هذه الشهادة تصدر النيابة أمرا بتفتيش منزل الشيخ رشاش. لكن قبل وصول الشرطة تصل أخبار حملة التفتيش إلى الشيخ رشاش عن طريق الفندم زاهر، فيتخذ قرارا سريعا بإخلاء المكان، ويطلب من فزاع نقل الأسرى فورا. وفي الديرة تنفجر مفاجأة أخرى عندما تكشف حسناء للشيخ صقر أن مساعد هو الجاسوس الحقيقي الذي كان ينقل أخبار الديرة إلى فزاع، الأمر الذي يشعل غضب الشيخ صقر ويجعله يقرر معاقبته بأشد العقوبات بسبب خيانته. وبذلك تنتهي الحلقة على تصاعد كبير في الصراع، مع ازدياد الضغوط على الجميع واقتراب المواجهة الحاسمة بين فزاع والشيخ صقر. في الحلقة القادمة سيتم تفتيش بيت الشيخ رشاش، لكن لن يجدوا قمر وجراح ولن يجدوا أي أحد، لأن فزاع قد أمر بنقلهم، أو هو الشيخ رشاش الذي أمر بنقلهم إلى مكان آخر. وسوف تقدم الدكتورة حنان على المخاطرة بنفسها لكي تكشف مكان فزاع والأطفال الذي بحوزته.